ده للبنات بس. تعالى اقول لك، عمرك اشتريتي حاجه وانت حاسه انك مش محتاجاها وحسيتي بعدها انك مبسوطه؟ طب تعرفي ان في شركات بتصرف مليارات عشان بس تخليكي تعملي كده كل يوم؟ تعالوا نبدا بحاجه بسيطه زي القهوه. في ناس كل يوم قبل ما تروح شغلها بتقف في ستاربكس تشتري قهوه غاليه. الناس دي ممكن تكون ما بتحبش القهوه اصلا، بس بتحب الاحساس اللي بيجي من ورا كوبايه القهوه، احساس بالرفاهيه، احساس انه بيكافئ نفسه، واحساس انه مختلف عن باقي الناس اللي بيشربوا قهوه في البيت، مع ان كان ممكن يكون عنده وقت اصلا يعمل قهوه قبل ما ينزل من بيته. بس نقول ايه بقى، واللحظه دي هي المثال الكلاسيكي للشراء العاطفي، قرار مش قائم على الحاجه بس قائم على الاحساس. والنهارده هنتكلم عن سيكولوجيه الشراء العاطفي. الشركات الكبيره مش بتبيع لك منتج، هي بتبيع لك قصه. خد مثلا عندك ابل مش بس موبايل، لا، دايما عايزه توصل لك انك شخص مبدع وراقي ومختلف عن اي شخص ماسك موبايل تاني. خد عندك شانيل، مش بس شنطه، دي رمز المكانتك الاجتماعيه. كوكاكولا مش بس مشروب، دي ذكريات ولحظات مع العيله، وده دايما بيبان في اعلاناتها في رمضان. العقل هنا بيشتغل بطريقه لذيذه، انت بتبقى فاكر انك بتختار بعقلك، لكن الحقيقه ان المخ بيعتمد على المراكز العاطفيه الاول، وبعدها بيجيب اسباب منطقيه تبرر القرار. السبب الاول مثلا هو الدوبامين او هرمون السعاده. قبل ما تشتري مخك بيفرز الدوبامين، مش علشان المنتج نفسه لكن علشان توقع المتعه. مجرد تخيلك للحظه استلام المنتج اللي انت طالبه ده بيشغل مراكز السعاده في دماغك. يعني كلنا بيعدي علينا اوقات بنبقى طالبين اوردرات وممكن نلغي مشاوير مهمه بس علشان المندوب قرب يجي ويجيبها. السبب التاني هو الانستنت جراتيفيكيشن او بيقولوا عليها الاشباع الفوري. المخ بيكره الانتظار، والشراء الاونلاين مع توصيل في نفس اليوم بيلعب على الحته دي. بنلاقي نفسنا اوقات كتير بنطلب حاجات عمرنا ما هنستخدمها اصلا بس علشان رخيصه وعلشان هتوصل في نفس اليوم. السبب التالت حاجه اسمها السوشيال بروف او التاثير الاجتماعي. لما بتشوف ناس كتير بتشتري حاجه معينه بتحس انها لازم تبقى كويسه، فبتقرر تطلبها حتى لو مش محتاجها. السبب الرابع هو السيلف ريورد افكت، وده اسمه تاثير المكافاه الذاتيه. انا اشتغلت بجد، استاهل اكافئ نفسي بقى. الجمله دي بتخليك تبرر اي صرف زياده حتى لو هتندم بعدها بساعه. ببساطه الشراء العاطفي مش مشكله كبيره لو بتحصل احيانا، لكن لما بتبقى عاده بيحصل اللي جاي ده: تراكم ديون على الكريدت كارد، احساس دايما انك مش مكتفي، الدوامه بتاعت اشتري علشان احس احسن واحس بالذنب بعدين. وفي ناس حياتها اتغيرت تماما بسبب الفخ ده، بيشتغلوا علشان يسددوا حاجات هم اصلا ما كانوش محتاجينها. طب ازاي تكسر او تكسري حلقه الشراء العاطفي دي؟ في حاجه اسمها مهله ال 24 ساعه. قبل ما تشتري اي حاجه مش ضروريه استني يوم كامل، وهنكتشف هنا ان 70% من المرات الحماس بيختفي. او ممكن تسالي نفسك 3 اسئله: هل انا محتاج الحاجه دي فعلا؟ هل ممكن اعيش من غيرها الشهر ده؟ لو ما كانش عليهم خصم او عرض كنت هشتريهم؟ ثالث حاجه ممكن تعملها انك تحول المكافاه العاطفيه لحاجه غير ماديه. يعني ممكن تكافئ نفسك بوقت راحه، بفيلم تشوفه، بدل ما تكون مكافئتك دايما شراء. في النهايه الشراء العاطفي بيبين لنا ان احنا مش روبوتات لكن بشر، ومشاعرنا جزء اساسي من قراراتنا. لكن لو عرفنا نفصل ما بين الاحتياج والاحساس اللحظي هنقدر نسيطر على فلوسنا بدل ما هي اللي تسيطر علينا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، عشان في الحلقه الجايه هنتكلم عن سيكولوجيه جديده هتتفاجئ مين بطلها.